أعزائي المشاهدين، في محافظة كفر الشيخ تحديدا في مجلس مدينة مطوبس، إزاء الاحتفال والاستعداد بأعياد الربيع هنا في محافظة كفر الشيخ ومجلس مدينة مطوبس، كان لنا هذا اللقاء مع المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس للحديث عن الاستعدادات لاستقبال عيد الربيع على أرض قناطر إدفينة. اهلا بكم يا سمير بيه في مدينه مطوبس. ان شاء الله احنا يعني بنعد اعداد جيد السنه دي ان شاء الله لاحتفاليه يوم شم النسيم في مركز ومدينه مطوبس، وان شاء الله نحقق اقصى استفاده من موقع مطوبس، الموقع المتميز على ضفاف نهر النيل او على ضفه نهر النيل الشرقيه، بكمية الحدائق الموجودة شمال وجنوب قناطر دفينة. إن شاء الله بإذن الله إحنا بنعد من دلوقتي أو من قبل كده مع كل الإدارات المعنية، مع إدارة الأوقاف، التربية والتعليم والثقافة كشريك أساسي، والكهرباء والمياه وجميع المرافق، على اساس ان يبقى اخراج اليوم اخراج ان شاء الله جيد جدا. بندعو كل المشاهدين وكل اللي بيسمعنا وبيشوفنا واهالي محافظه كفر الشيخ بالكامل ومحافظه البحيره والمدن والقرى المجاوره انه يقضوا معانا ان شاء الله يوم متميز باذن الله، يوم شم النسيم شمال وجنوب وحدائق قناطر دفينة. واحنا ان شاء الله يعني اللي هيجي وهيشرفنا هيتبسط قوي قوي، احسن من اي مكان تاني هيروحوا، وان شاء الله يعني يبقى يوم حافل بكل الفقرات الموسيقية والفنية والرياضية وكل الأنشطة بإذن الله. هيكون معانا شباب برضو من مركز مطوبس، شباب واعد في كل المجالات بإذن الله. هيتقدم فقرات فنية وهيتقدم جميع الأنشطة بإذن الله في نفس اليوم ده. وإحنا بندعو الجميع إن يقضي معانا اليوم ده في مطوبس، وإن شاء الله هيلاقي الأسماك، هيلاقي الفسيخ، هيلاقي يعني إن شاء الله مركز مطوبس مركز متميز في كل شيء. واحنا ان شاء الله اليوم ده هيبقى يوم متميز برضه، يعني انا بقى ادعو كل المشاهدين ان يجوا عندي يقضي اليوم ده في مطوبس، ما يروحش في اي مكان تاني. كل الشكر للمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس على هذا اللقاء الجيد في استعدادات مجلس مدينة مطوبس لاحتفال بعيد الربيع على أرض قناطر أدفينة ناحية مطوبس. شكرا.